السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف حالكم يا حبايبنا؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبعافية يا رب. انتوا حبايبكم اجمعين ان شاء الله. فيا جماعة اللي بيشاهد الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوة، ما يحرمناش منها ويكتر منها، وربنا هيك يبارك فيكم ويسعدكم ويخلي لكم اولادكم. انا بحب احكي لكم هذا الكلام عشان انتوا بتشجعوني وبتحفزوني اني اعمل فيديوهات، فانا بحب احكي لكم الكلام هذا. وربنا هيك يهدي البال يا رب ويصلح الحال علينا وعلى امة محمد كلها، ويفكر بالمسلمين كلهم اجمعين يا رب. يا رب ما يخلي كربات عند اخوتنا اللي في السودان، ان شاء الله يفكر بهم يا رب ويحميهم يا رب ويسعدهم ان شاء الله، زي ما الله هيك فكر بتنا ان شاء الله يفكر بهم في السودان يا رب. اخوتنا في السودان والله قلبنا عندهم يعني يا جماعة، قلبنا عندهم كتير كتير كتير، لان احنا حسينا فيهم بنحس فيهم والله. احنا واحدة من الناس انا بحس فيهم، وكل اكيد اهل غزة اللي بتابعوهم واللي دارين في قصصهم هذا، الله يا ربي ينجيهم يا رب ويحميهم ويعطيهم الصحة ان شاء الله، ويوقف لهم ولاد الحلال يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يهدي البال ويصلح الحال. في يوم صباحنا هيك نشاط وحيوية، يعني كان يعني يوم حافل والله بالتعب وبالشغل، وكل يوم كل يوم مش إنه اليوم بس، والله كل يوم اللي عندها عيلة واللي عندها شي بتضلها دايما مشغولة، وحتى بتصحى من نومها على خلص بتصلي صلاة الفجر هذا بتقوم على شغل. حتى أنا بصحي أولادي من النوم بالعافية، بتلاقيهم خلاص بحبوا يضلوا نايمين. فانا بدي اخلص شغلي، بحبش انا هي هالخيمه قاعدين فيها وبنضل قاعد، بحبش اشوفها الا لما نضبها ونتكتكها ونكنسها، عشان بدنا نشتغل، بدنا نعمل فطور، بدنا نعمل اشي. فانا بروق لما بشوفها نظيفه بحس حالي هيك يعني رايقه وكويسه. اول ما يومي ببدا والله بالعجين وبالغيره وهم نايمين، بصحيهم عشان بدي اقطع العجين، بقولهم يلا ضبوا وزبطوا عشان بدي أقطع العجين ونعمل لكم فطور. فبصحوا والله الشباب والأولاد الله يرضى عليهم يا ربي، يخلي لكل واحد لكل عين رجاها إن شاء الله. وبهيك يا جماعة كنت أنا قبل ما أعمل الفطور هذا كنت خابزة وعاملة شاي، يعني شايفين كيف يعني كان يوم متعب على الآخر. الحمد لله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا شايفين كمية البندورة وكمية الخيار، لأنه هذه زمان البندورة ما شريتها، يعني قلت جبت لي نص كيلو بندورة ونص كيلو خيار، طلع يعني والله يعني بتبقى زي 15 شيكل. هذا ال 15 شيكل كانت ما تجيبش حبة بندورة لحالها، بس جبت فيهن ال 15 شيكل بندورة وخيار. فعد ولادي عملت لهم فلافل و فقالوا بدناش حمص ولا بدنا فول، مع بدنا تخرطينا بندورة وخيار، وهي البندورة رخصت، قلت لهم ماشي روحوا جيبوا بندورة وخيار يلا. وخرطت بهالكمية هذه حتى سرقوا لي يوم هذا انت بتصوريه، وهالكمية هذه قلت مش هاكل ما انتوا شوية شوية كل واحد قطعتين قطعتين زي هيك وحتحشوا حتاكلوا. وكان الفطور عبارة عن فلافل وبندورة وخيار وفلفل أحمر وزعتر وزيت. ربنا يكتر الخير على أمة محمد يا رب هيك، وربنا يهدي البال ويصلح الحال يا رب، ربنا هيك يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا جماعة. وهينا فطورنا الحلو، وإن شاء الله صحة وعافية عقلوبنا عقلوب اللي بشهدونا واللي بحبونا إن شاء الله، وربنا يعطينا الصحة. الحين أجت بعد الفطور جانا دور المية يا جماعة، المية اللي بدهم شايفين كيف بدنا نريحهم. أنا بدي أحكي لكم عنهم عن أولادي، بدنا نريحهم بقوا يعبوا من العربيات وتعب بال وغيره. الحين كمان إيش، روح أنت روح أنا، روح أنت روح أنا كمان، يعني في وسط الخيمة ومش عاجبهم الجماعة، كل الخيم زي هيك. الحمد لله على كل حال انها وصلت خيمتنا، بنقول لهم احنا كنا وين وصرنا وين يا اولاد، قوموا قوموا ساعدوا بعض. عاد هم بتقلوا من شيلة الجردل في البرميل، بعد بتيجي هالمية وبلعبوا فيها وبكيفوا، يصيروا غسلوا وجوههم، يملوا لنا الجراد اللي ملوا البرميل هذا اللي يكفيني مثلا، يعني طول اليوم هي كل يوم بتيجي المية يا جماعة، كل يوم بتيجي كل يوم المية. فبنعبي اللي بدي أعبيه ولا الغسيل ولا غيره غيرات اللي يكفيني طول يومي. وبعد هيك يا جماعة ربنا هيك يهدي البال ويصلح الحال. يعني أنا ما طبخت اليوم الفاصوليا والرز، بس ما صورت الكوش الطبخ يعني
عشان خلاص الكل يعني عملته كتير الطبخ والحاجات هذه، خلاص استكفيت اني بس أو يعني اخليكم تشاهدوا اني حطيت الاكل، الرز والابو حبة طويلة، جبت والله رز ابو حبة طويلة يعني رز بسمتي، وهي كمان طبخت فاصوليا. ربنا هيك يديمها نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال يا رب، ويطعمها لكل الناس اللي محتاجة إنها تاكل يا رب يا رب يا رب، ما يخليه في بال حدا الأكل يا رب، لأنه الأكل بالله زي الحرب، قلة الأكل كأنك بتحارب زيادة. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله الله فك كربنا احنا التانيين وهدى بالنا الحمد لله. وهي كمان بدهم يحدقوا شروا فلفل قرون كمان، يلا ولا تزعلوا مكبوس، بدهم يحدقوا الأكل، ها لازم الأكل بده الفلفل وبده الحاجات هيك المقبلات عشان يفتح نفس الواحد بصراحة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد هيك يا جماعة رحت شطفت جليات اللي على السريع، سريع سريع دايما الجلي، أنا بحب أجلي ورا كل إشي، يعني بعد الفطور بعد غدا بعد عشاء، إيش بحبش أنيم حاجة، يعني صدف قليل لما أنا بيت حاجة بكون مثلا فيش سائل فيش مية فيش إشي، بنجبر أبيته، فالموجود خلص بأجلي صحوني بأجلي حاجتي. والله يا جماعة عندنا نقص كتير في الأدوات المنزلية، يعني إلنا سنتين في نفس الأغراض، واللي تكسر واللي اللون تبعه اختلف يعني. فبروح بسأل، والله بروحت بسألت بعت ابني، يعني رحت أنا وياه حتى في هنا مكان جنبنا، بعت ابني لقيته غالي، قلت بدي أروح أنا على مكان تاني، لقيت كله لسه الأسعار شادة حيلها في الأدوات المنزلية، يعني أسعار في السماء خيالية. يعني شوف لدرجة إنه مش قلت لكم كاسات تتكسر، أنت عاوت الشاي بدي أشتري كاسات شاي، الكاس حقها 6 شيكل و7 شيكل ويمكن توصل ل10 شيكل. فقلت خليها مهل لما يدخل الأدوات المنزلية تدخل براحتها ويرخص الإشي براحته، لأن هذه كانت الكاسة بدي أشتريها ب6 7 شيكل، كانت ال6 كاسات منها ب5 شيكل، فالإشي غالي 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 كتير. كنت أشتري صحن للعجين برضه لقيته برضه غالي شوية، فقلت خلي لبعدين إن شاء الله بنشتري. ربنا يهدي البال ويصلح الحال. فإحنا يا جماعة إحنا الحين الحمد لله، يعني الحمد لله أحسن من قبل، وربنا يهدي بالنا يا رب ويصلح حالنا يا رب، إحنا أمة محمد أجمعين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. وبذكركم يا جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة للفيديو عشان الفيديو يرتفع لناس تانية، يعني هذا الحين هو مصدر رزقي ومعتمد على الله وفضله ثم عليكم. ربنا هيك يبارك في الجميع يا ربي، وإن شاء الله يا ربي يهدي البال ويصلح الحال أجمعين يا ربي. وبهيك يا جماعة الفيديو يعني بدأ ينتهي، وإن شاء الله برجع لكم فيديو جديد، في أمان الله ومع السلامة.